طبعا كذلك الأكاديمية أبطال الدوري الدولي، طبعا أكاديمية محمد السادس تفوز بهذه البطولة الدولية. ما شاء الله على الحارس بالعروش، بطولة تحت 19، مستويات كبيرة بين فرق كبيرة في البطولة، ولكن الأكاديمية هي بطلة هذه البطولة المميزة. عناصر كبيرة طالعة من طبعا الياس، وأسماء كثيرة طالعة على مستوى المحلي أو الفئات السنية إلى المستوى الأول، وتكون رافد للفرق الكبيرة بصراحة. أكاديمية محمد السادس تفوز بالدوري الدولي، تكلمنا عنه، من أفضل الأكاديميات على مستوى العالم. أبو أحمد، وأنت من أكثر الناس اللي تشيد في هذه الأكاديمية. بلا شك عملها يتكلم عنها. نعم صحيح. وتخريجها لنجوم ومواهب على مختلف القارة هو من يتحدث عنها اليوم. هاي قيمة المشروع الوطني. هذا مشروع وطني، هذا مشروع وطن، مش مشروع اليوم شخص. فالكل طال عمرك واضع كل ثقله في هذا المشروع، لأجل هذا المشروع اليوم نراه بالطريقة هذه. اليوم كم لاعب اليوم خرج من هذه الأكاديمية وانتشر في أوروبا؟ كم لاعب؟ كثير، لا ما نقدر نحصيهم اليوم. كثير. فهذا أكيد عمل مؤسسي، في خطة، في مشروع عمل ومنهج عمل. تمام. ايه ابو طلال اشتغل على مستوى الاكاديميات، هو ممكن يعطينا افضل الوصف اللي عليه أكاديميات